السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسعادة. وحشتوني جدا، وحشتني الفيديوهات اللي زي دي قوي قوي قوي. ان شاء الله راجعين ايه بكل قوة ان شاء الله. هنعمل ايه النهاردة؟ هغير بقى المطبخ. هغير بقى يعني من شكل السيراميك ده، وهنحط الورق الفوم. هنا كنت باخد مقاس عشان ما اعملش كده وخلاص، فكنت باخد مقاس الاول وبعدين بقص على القد. وهنغير بقى شكل المطبخ خالص. عايزه اقول لكم مبدئيا كده صلي على رسول الله. والفيديو دوت مش هو ده الشكل النهائي للمطبخ. لا، انا بس بوريكم انا بعمل الورق ازاي، وبامر الله هنشوف شكل النهائي في المطبخ مع الفيديوهات الجايه باذن الله، لان في تغيير حلو جدا ان شاء الله. هنا بقى كنت بعد ما قصيت، بصوا الفرخ كبير ازاي يا جماعه، مش صغير. هنا كنت بقيس ده على ده، جبت اللي انا قصيته على الفرخ التاني، وبقيت اقص بقى باخد المقاس بالظبط عشان اخلص وما اخدش وقت يعني. تمام، بصوا كده. عايزه اقول لكم الشكل هيفرق كتير. ده اللي انا قصيته، بشوف دول لو كان قد الفرخ واحد مثلا كنت هحطه في الجزء الثالث. هنا بقى بدأت اهو، بصوا هبتدي. انا هنا كنت بشوف المقاس قد ايه عشان اظبط الدنيا، وكنت عايزه اقص مكان الفيشه معرفتش، وللاسف يعني بوظت حته صغيره، بس الحمد لله عرفت اعالجها. هنا بقى كنت بشيل الورقه بتاعه الفوم الطرف بس. بصوا كده، خلي بالكم ما تلزقيش قوي عشان تشوفي لو عايزه تشيليه تاني هيتشال معاكي لو ما لزقتهوش قوي. تمام. عايزه اقول لكم انا ما كنتش بضغط قوي للدرجه عشان لو حبيت اشيله في اي وقت ما يتعبنيش، لكن هو ماسك حلو جدا يعني مش هيقع ولا حاجه. هنا بقى كنت بحط كده وبشوف المقاس عشان اقص، وبعدين قلت ايه، لا انا هحطها وبعدين اعمل مكان للفيشه. تمام. وطبعا بذكائي بسم الله ما شاء الله، انتوا عارفين ان انا ذكيه يعني، ما عرفتش. المهم هوريكم دلوقتي عملت ايه، بس الحمد لله عرفت اعالجها يعني. هنا بقى للاسف المقطع اللي انا كنت بصوره اتحذف، فمعرفتش اجيبه تاني بصراحة، فمعرفتش اكمل معاكم بقى باقي المطبخ. المهم هنا بقى جبت الستيكر بتاع الرخامة. بصوا بالحرف كده، حبيت ان انا ايه بالراحة ابتدي ان انا اشيل اللزقة بتاعته، وابتدي اثبت بقى الطرف بتاعه عشان اسحب الورقة كده من تحت بتاعة اللزق. هنشوف دلوقتي هنعمله بكل سهولة، ما تقلقيش منه خالص. انا بصراحة كنت قلقانة، لكن الحمد لله عرفت اعمله، لاني اول مرة الزق ستيكر على الرخامة. انا ما كنتش بحب الزق استيكرات خالص، لكن الورق بصراحة اللي هو الفوم الرخامة حسيت ان هي مش ماشية معاه خالص، والمفروض ان هو يتعمل. فلما جبت الورق اما جبت الاستيكر ده وحطيته كده، قلت اشوف شكله ايه قبل ما الزقه، لقيت شكله ماشي معايا جدا بجد. فلازم يكون في تناسق برضو عشان ما يبقاش الشكل مش حلو. تمام. احب اذكرك انك تذكري الله. اهم حاجة لازم يكون معاكي اي حاجة تكون مظبوطة او متساوية او مسطرة زي ما انت شايفة كده. انا بعمل ايه؟ انا هنا ماسكة السكرابر بتاع التورتة. تمام. هو ده يعني الحاجة بصراحة اللي كانت متاحة معايا. وبدأت ان انا ايه، بصوا لو تاخدوا بالكم انا بايد من تحت اسحب الورقة بتاعة الستيكر اهي. تمام. والايد التانية بشتغل بيها من فوق، بحاول ان انا اسحب كده عشان تكون مظبوطة وما يبقاش فيها اي هوا، او بيبقى اوقات تلاقوا ان هي اسفة بتبقى مكرمشة كده. تمام. فكده بتكون مظبوطة جدا معاكي ومتساوية، ما فيهاش اي حاجة خالص. لو لقيتي نسبة هوا بعد ما تخلصي خالص، يا دوب دبوس صغير كده
يعني بالطرف كده حاجة بسيطة قوي، وتبدأي برضو بالسكلابر او ما عندكيش سكلابر تقدري تعملي بمسطرة باي حاجة، المهم ان يكون حاجة متساوية وما تقطعش الستيكر معاكي. عايزة اقول لكم حلو جدا جدا بجد. الستيكر ده حلو قوي، ناعم كده وجميل، ويعني بصوا وسهل جدا. كنت قلقانة والله لكن الحمد لله طلع سهل جدا. ربنا يستر بقى لما اجي اشيله، لان ما اعرفش بصراحه، اول مره اجربه مش عارفه. عندي اختي بسم الله ما شاء الله على طول بتعمله، بس ممكن بتحط ده على ده فما بيفرقش معاها. بصوا بقى هنا بعد ما خلصته خالص، بس عايزه اقول لكم مش ده الشكل النهائي للمطبخ، انا بوريكم بس الستيكر وبوريكم الورق الفوم، وكمان الشكل بتاع الفيشه مش باين الحمد لله. هبقى اوريهولكم في الفيديو الجاي بامر الله. وده كان الشكل بتاع الورق الفوم والستيكر، ودي حاجات بقى لسه بغسلها. انتظروني الفيديو القادم باذن الله. السلام عليكم.